بتتمرن كويس في الجيم ومع ذلك تعبان ونفسك قصير، السر ممكن يكون في نسبة الحديد عندك. أغلب الناس بتفتكر إن التعب ممكن يجي من الشغل أو من قلة النوم بس، ومحدش بيفتكر إن جسمه ناقص عنصر أساسي. ركز معايا، الحديد هو اللي بينقل الأكسجين في الدم، ولو قليل العضلات والمخ ما بيصلهمش وقود كفاية. والمفاجأة إن أعراض نقصه إرهاق مستمر، دوخة، أداء ضعيف في الجيم، والأغلب ما يعرفش إيه إن اللي بيقلل اللحوم في الدايت عرض نفسه لنقص الحديد من غير ما يحس. أنت غالبا بتغلط هنا، بتركز على السعرات وناسي جودة العناصر الغذائية نفسها. لكن الحل العام إنك تدخل في نظامك الغذائي لحمة حمراء أو كبدة أو بقوليات بانتظام، ودخل معاهم أكل يكون فيه فيتامين سي زي الفلفل الأخضر عشان امتصاص الحديد. وأبسط خطوة ممكن تعملها دلوقتي إنك تتعود إنك تاكل مثلا أي حاجة فيها نسبة حديد عالية زي الكبدة أسبوعيا. لما الحديد في جسمك يتظبط، طاقتك وأدائك هيفرقوا فورا. لو حاسس إنك عندك تعب مستمر وإرهاق حتى لو بتاكل كويس، يفضل إن أنت تكشف عند دكتور وتخليه يكتب لك على التحاليل المطلوبة عشان تعرف هل أنت فعلا عندك نقص في الحديد ولا لأ. يكتب لك على المكمل الصح. وما تنساش تعمل لي فولو عشان أقدم لك نصايح عن التغذية.